beautiful people and welcome. فيديو النهارده لحبايبي طلبة الثانوية اللي ما توفقوش في النتيجة، اجمعوا لي هنا لو سمحتوا. بما ان رسميا السنة الجاية ان شاء الله هكون في سنة رابعة، فقررت اعمل الفيديو ده اتكلم فيه عن الكلية بتاعتي وبالاخص القسم بتاعي. برضه فيديو ممكن يكون شوية موتيفيت للطلبة بتوع الثانوية العامة اللي ما توفقوش في النتيجة، يعني وفاقدين الشغف حاليا، مش عارفين ياخدوا اي خطوة في حياتهم لقدام، وواقفين عند البوينت بتاعت انه لا انا هعيد الثانويه العامه، لازم اصلح اللي انا عملته في الثانويه العامه ده واعيدها تاني. انا مش قادر ان انا اخد خطوه ان انا اصلا اروح الكليه لمجرد بس ان انا خلاص يعني عرفت ان انا هدخل كليه ادبيه او مجموعي مش هيجيب غير كليه ادبيه. اوكي، والبوينت دي هنتكلم فيها كويس جدا بعدين. وقبل اي حاجه خلوني اعرفكم على نفسي. انا شهد عفيفي، طالبه في كليه الاداب قسم ترجمه انجلش، وعامله فيديو النهارده للطلبه اللي طول السنه بيقولوا مستحيل اداب، مستحيل ندخلها، وفي الاخر لقوها امر واقع حاليا قدامهم. ومش شرط اداب عامه، يعني انا زي ما قلت الفيديو موتيفيت لاي طالب ما توفقش في الثانويه العامه، فهكلمكم من وجهه نظري كطالبه دخلت اداب. يعني فيديو النهارده مبني على اسئله سالها لي بعض الطلبه دول، فقررت انه واي نوت ان انا اعمل فيديو اتكلم فيه عن الكليه، وفي نفس الوقت يعني بدل ما ارد في البرايفت وخلاص، يبقى الفيديو كمرجع لاي طالب عامه داخل الكليه دي او هيدخل في السنين الجايه. تمام، خلونا ندخل على الاسئله على طول من غير ما نرغي كتير. ويعني هو في شغل، يعني في شغل، انا الفيديو مهم، انا جايبه لكم دفتر وقلم يعني حاطه الاسئله في الورق عشان ما انساهاش، فيعني في شغل في الموضوع. تمام، ده معناه ان الفيديو مهم على فكره. هو باي ذا واي كل موضوعاتي مهمه، بس الموضوع ده مهم اكتر يعني. اوكي، اول سؤال بيتسال على طول: هتأقلم امتى؟ او ازاي اتأقلمتي؟ او انا حاسس ان انا عمري ما هتأقلم. السؤال بيتسال باكتر من صيغه صراحه. ف يعني هتتأقلم عادي، والله هتتأقلم. انا شخصيا اتأقلمت بعد شهر من الكليه. كان كل تخوفي في البدايه انه انا مثلا داخله كليه مش هحس بالفايبس بتاعت الكليه زي باقي الطلبه او طلبه الكليات الطبيه، انه بيبقى فيه سكشنز عندهم، بيبقى فيه مثلا فايبس كده لذيذه، ان هو رايح لابس البلطو، في ادوات، في حاجه، لكن احنا كليه ملهاش اي لازمه حرفيا. دي كانت الاستيريوتايب اللي عندي عن الكليه قبل ما ادخلها، ان الكليه ملهاش لازمه، ما فيهاش اي حاجه، يعني لا تستحق حتى ان احنا ندخلها. بس في الاخر يعني الحمد لله، الحمد لله ربنا هداني وادركت انه كله علم. اللي بيدرس في طب زي اللي بيدرس في اداب، كله علم. اصلا مش هيروحوا يعملوا مبنى كليه ويجيبوا دكاتره وطلبه وبتاع علشان خاطر كليه ملهاش لازمه، كليه ما بتديش حاجه. يعني كله علم، وكل العلم بنفس الكفاءه وبنفس الاهميه. فما تقللش من علم او ما تقللش من محتوى او ما تقللش من كليه. كل الكليات بنفس الاهميه، وكل الكليات مفيده. بالنسبه للتاقلم، يعني هو حرفيا انا زي ما قلت انا تاقلمت بعد شهر. على ما بدات ان انا اشارك في الاكتيفيتيز، بدات ان انا اشتغل مع زمايلي، اتعرف على ناس اكتر، اتعرف على دكاتره. الموضوع فعلا بيبقى رخم في الاول، انه انت رايح مش معتاد على حاجه ومش حابب المكان اللي انت فيه. اي كليه ادبيه عامه، مش شرط الكليه اللي انا فيها، انه انت رايح مش حابب المكان ده، انت ما كنتش بتحلم انك تدخل المكان ده، ولكن في الاخر يعني مصيرك جابك هنا، فانت مضطر تتاقلم مع المكان. وبالمناسبه دي حابه اقول لكم على موقف يعني لذيذ جدا. اول دكتور دخل لنا في اول يوم كليه، كنت حرفيا انا مش طايقه الكليه، مش طايقه حد، مش عايزه اسمع من اي حد اي حاجه. ودخل علينا دكتور وبدا انه يكلمنا عن القسم وعن مميزاته وعن اهميه الترجمه وعن اهميه الانجليش عامه، وبدا يكلمنا بقى عن فرص العمل المتاحه لينا وقد ايه ان احنا مهمين فعلا في المجتمع. وانا حرفيا كان كل في دماغي ساعتها انه القرد في عين ام غزال، يعني انت دكتور في الجامعه اكيد لازم تقول كده يعني. بس صدقوني الموضوع طلع يستحق فعلا، والكليه ليها لازمه عادي، والقرد مش في عين ام غزال ولا حاجه. هي الكليه فعلا مهمه، والله الكليه مهمه. اي كليه انت بتدخلها زي ما قلت باكد مليون مره على ان كله بيدي علم وكله بنفس الاهميه. وطبعا كان احد اسباب تاقلمي ان انا بدات ان انا اشارك في الاكتيفيتيز، بدات ان انا اتعرف اكتر على الدكاتره. زي ما انتم شايفين دي شويه من الاكتيفيتيز اللي انا كنت بشارك فيها. وبدات ان انا اتعرف اكتر على الدكاتره، اتعرف اكتر على زمايلي، بدات اتعلق بالكليه واتعلق بالمواد واتعلق بكل حاجه حرفيا في الكليه. فهتتاقلم وهتتعود. وبالعكس انا بقول لك اهو طالبه في سنه رابعه، انا زعلانه جدا جدا وفي قمه الحزن والله ان انا هسيب الكليه السنه الجايه. يعني انا مش متخيله اصلا هعمل ايه ساعتها، ولا يعني هبقى عامله ازاي ساعتها. يعني الموضوع صعب بصراحه. وزي ما قلت لك انت هتتاقلم لدرجه ان انت مش هتبقى عايز تسيب الكليه دي اصلا. نروح بقى للسؤال التاني، والسؤال ده سبيسيفيك شويه لان هو بيتكلم عن المواد بتاعه القسم. دايما بيسالوا طب انت داخله اداب مثلا، انا ما اعرفش الكليات التانية، بس انا الجزء ده خاص بالطلبه اللي داخلين اداب وبالاخص انجلش يعني. طب دلوقتي انا داخل اداب انجليزي، ايه المواد اللي انا هدرسها؟ ببساطه هتدرس الادب الانجليزي، سواء كان دراما او بوتري او ليترشر او كريتيسيزم او نوفل، يعني كل حاجه ليها علاقه بالادب الانجليزي هتبدا ان انت تدرسها. يعني مثلا عندنا في البوتري زي ما عندنا في العربي في شعر، كذلك في الانجليش في شعر.
وزي برضو ما بدرس الشعر في العربي هدرس الشعر في الانجليش. هبدا ان انا احلل النصوص الشعريه واطلع منها الاستعاره والتشبيه والتوريه زي العربي بالظبط. وكذلك في الادب الانجليزي ببدا ان انا ادرس الادب الانجليزي. الكريتيسيزم ببدا ان انا ادرس نقد زي العربي بالظبط. بجيب الروايات او بجيب المسرحيات وابدا ان انا انقدها او حتى اعرف النقاد. في مثلا النوفل بندرس النوفلز، بندرس الشخصيات بتاعه النوفلز دي بنحللها. يعني باختصار انا بدرس ثقافه الغرب، لان التعامل تعامل ثقافات مش تعامل لغات. يعني انا ممكن اكون حافظ فوكاب، عندي الجرامر كويس وبتاع، بس انا مش عارف اتعامل مع الناس دي ليه، لان انا ما عنديش الثقافه، مش عارف ثقافتهم. فاللي احنا بندرسه في الكليه هو الثقافه بتاعه الاجانب. يعني طبعا بما اننا قسم ادب وترجمه فبندرس برضو مواد الترجمة بكل مجالاتها بقى، سواء كانت ترجمة طبية أو ترجمة إعلامية أو ترجمة أدبية أو ترجمة فلكية أو ترجمة قانونية. يعني كل مجالات الترجمة إحنا بندرسها على مدار سنين الكلية. طبعا في أنواع الترجمة برضو بندرسها زي السيمultaneous interpreting والconsecutive interpreting أو الترجمة الفورية والترجمة التتابعية. بنبدأ إن إحنا نتعمق برضو أكتر في أنواع الترجمة. طبعا منتشر على السوشيال ميديا إن في مادة اسمها criticism محدش بيقفل فيها أو محدش بيجيب فيها امتياز. يعني اسمحوا لي اقول لكم ان الكلام ده غلط، ممكن تجيب في الكريتيسيزم امتياز عادي. بس زي ما انت عارف يعني جماعة السوشيال ميديا هوالين شوية، فيعني ما تاخدش على كلامهم. اي مادة ممكن لو ذاكرتها هتجيب فيها امتياز عادي جدا. ونظام الجامعة سهل جدا، الدكاترة يعني ما شاء الله عليهم بيدوك حقك. وانا بتكلم عن دكاترة كفر الشيخ او دكاترة القسم اللي انا فيه. ما شاء الله عليهم، يعني بيدوك حقك، مش بيقصروا مع حد، بيساعدوك في اي وقت محتاجهم. لو سالت اي حد انا بقولك انت ممكن تروح حرفيا تسال رئيس القسم. فيا حظك ويهناك بالدكاتره والله لو كنت معانا في كفر الشيخ. اوكي نروح للسؤال اللي بعد كده، وهو يعني مرتبط شويه بالسؤال اللي قبله. طب انا محتاج ان انا اشوف كليه تانية غير اداب، يعني انا ممكن ادخل كليه ادبيه تانية غير اداب، او ان انا ادخل قسم انجليش. يعني حاسس ان قسم انجليش مش هيديني حاجه، انا ممكن اخد كورس 4 شهور اخلص الموضوع. زي ما قلت لك احنا بندرس ثقافه مش بندرس لغة. الإجابة بتاعت السؤال ده ليها علاقة بالسؤال اللي بعد كده، هقول لكم ايه هي لما نوصل للجزء ده ان شاء الله. ف زي ما قلت لكم احنا بندرس ثقافة، احنا مش بندرس لغة، احنا بندرس ثقافة. طيب ما انا ممكن ادرس اللغة والثقافة بره. الموضوع شوية في الكلية بيكون إلزامي، لأن أنت ممكن تقول أنا هدرس الثقافة بره وهدرس اللغة ومش محتاج إن أنا أخد كلية 4 سنين أو أضيع وقت من حاجة. أوكي بيس، أعمل اللي أنت عايزه. بس الفكرة إن الكلية بتديك الحاجة دي إلزامية، تمام؟ فلما تبقى الحاجة إلزامية عليك شوية بتبقى مضطر إنك تهتم بيها أكتر أو تتعمق فيها أكتر، تمام؟ نروح بقى للسؤال اللي بعد كده، وهو الكلية هتخليني أتعلم إنجليش. يعني أنا الأكسنت بتاعتي وحشة، ما الانجليش بتاعي مش كويس عامه. الكليه هتساعدني ان انا اطور الانجليش بتاعي. خليني اصدمك واقولك لا، في الكليه مش بتدرس لغه، انت بتدرس culture بلس انك بتدرس التكنيكس بتاعه الترجمه. طيب انا عندي مشاكل في الانجليش، انا سبق واتكلمت عن الانجليش وازاي تطور من نفسك في الانجليش في فيديو، هحاول ان انا ارفقكم مع الفيديو ده. يعني بخصوص التطوير الموضوع منطقي جدا. انت محتاج الاول انك تحدد المشكله اللي عندك ايه، سواء كان عندك المشكله في الليسننج فانت محتاج انك تسمع انجلش كتير سواء بودكاست او غيره. ولو عندك مشكله في الرايتنج فانت محتاج انك تكتب اكتر، تكتب اي حاجه، تكتب عن يومك، تكتب، تستغل اي فرصه حرفيا انك تكتب انجلش. برضو لو المشكله في السبيكينج فانت محتاج انك تتعود تعمل conversations مع native speakers. لو عندك رهاب اجتماعي فممكن تعمل مع تشات جي بي تي، في اوبشن انك تعمل حاجه زي كده. بس يعني ما افضلش انك تفضل عندك رهاب اجتماعي. يعني حاول انك تخرج، حاول انك تشارك في الاكتيفيتيز، وزي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا تتخطوا المرحله اللي انتوا فيها دلوقتي. ويعني ان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتتميزوا في المجال اللي هتدخلوه باذن الله. ويعني والله انا اعرف ناس كانت بتجيب تقديرات كويسه جدا وبتدخل كليات ادبيه لمجرد ان هي عايزه تتميز فيها او شايفه ان هي ممكن تتميز فيها. في الموضوع يعني مش صعب. يعني يا ريت نبعد الستيريوتايب الغبيه اللي عندنا دي بالنسبه للكليات الادبيه، تمام؟ وبس كده. really I break a leg for you all. وهنا مش معناها ان انا اكسر رجلكم كلكم خالص، يعني معناها بالتوفيق. ولو معرفتش معناها يبقى انت ما سمعتش فيديو الايديومز اللي انا نزلته، او الشورت فيديو يعني بتاع الايديومز اللي انا نزلته. و finally thank you so much for your kind presence and bye bye.